دقائق الإخوان في اللجنة حبوا يوجهون بعض الملاحظات، وإحنا تونا نبدي أول ليلة إن شاء الله بهذا الموكب المبارك، فنحب نوجه بعض الملاحظات اللي نتمنى أن الجميع تسترعي انتباههم ويأخذونها بعين الاعتبار. طبعا صوت مو واضح. طبعا ملاحظات تتعلق بأولا نظام الموكب. هذه الملاحظة الأولى في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في رجاء من الإخوان في اللجنة بالتعاون الكامل ويا الإخوان أثناء تنظيم الموكب، وبالذات في المواكب المشتركة مع الإخوان في الكوارث، لأن الملاحظ بأن بعض الإخوان في أثناء تفاعلهم مع الموكب وأثناء حماسهم، هذا شيء مطلوب طبعا، يأخذهم الحماس في أنهم طبعا ما يمتثلون لتوجيهات الإخوان في اللجنة أو المنظمين، وأعتقد أن هذا ما يساعد على سير الموكب بنجاح. وإحنا نتمنى من الجميع أن يلتزمون بهذه الملاحظات، حتى وإن كانوا يحافظون إن شاء الله على حماسهم وعلى تفاعلهم وانضباطهم في الموكب. النقطة الثانية نقطة الوقت. يعني إحنا قاعدين ندرس الموضوع الحين، نشوف بأن موكبنا تعرفون مسافته طويلة، بالذات لما نكون مشتركين ويا الإخوان في الكوارث، فإحنا ما نتمنى أن رغم هذه المسافة الطويلة وعلى هذه المسافة الطويلة إحنا نضيف بعد وقت إضافي من خلال مشية الموكب اللي ما تساعد على انتهاء الموكب في وقت على الأقل بنقول عنه أنه معقول. إحنا ما بنحط إليه مدة محددة، لكن بنقول أنه معقول ومقبول. فمشية الموكب إحنا نتمنى من ملاحظاتنا يعني اللي وجدناها بأن الإخوان في سيرهم في الموكب لما يكونون متقابلين بالذات يمشون على وراء، هذا الموكب يأخذ مسافة أطول ويأخذ المشي تأخذ يعني تمشي ببطء شديد. ومثل ما تعرفون الموكب بالذات لما نكون احنا جايين من الكورة او رايحين الكورة يشتركون فيه حتى فئات سنية كبيرة من الاخوان، يعني بعض كبار السن وبعضهم يمكن حتى احنا لمسنا حتى في وفاة امين المؤمنين ان البعض كان ينتقد في تأخير، وبعضهم كبار سن وبعضهم يمكن مبتلى بأمراض يعني ما يستحمل المشي الطويلة هذه. ولذلك احنا خلونا نساعد الجميع انه يتواجد في الموكب وما يمشي على الموكب وهو يعني من نصه او يمشي يعني في الموكب من خلال مشيتنا. المشي نتمنى انه يكون الجميع يكون مواجه الى الامام، ما في مشي الى وراء، لان هذه تاخذ منا وقت طويل، واحنا نتمنى ان الجميع يلتزم بهذا الموضوع. وهذه ملاحظات نوجهها لكم، طبعا احنا مشتركين فيها ويا الاخوان في الكوارث يعني نوصلها للجميع. النقطة أيضا عندنا ليلة العاشر. إحنا السنة إن شاء الله طبعا تعرفون ليلة العاشر من ملاحظات الأخوان كمعزين حتى كلجنة يمكن لمستون بأن موكب العاشر وهو ليلة المصيبة والليلة الأساسية اللي نقدر نقول بأن قبل لا يكون أي موكب في أي ليلة كانت ليلة العاشر. هي ليلة دائما تتصف عندنا إحنا في المنطقة بالضعف وأحيانا بالتململ يعني في الموكب، وإحنا نتمنى أن نطلع من هذا الإطار. وإحنا حاولنا محاولات كثيرة من بينها أن خطة سير الموكب هذه المرة بتختلف ونبي الجميع أن يتعاون يعني. فمشيتنا بتكون من الهجير وختامها بيكون في الحسينية، ولكن إحنا راح نمر في مسيرنا بماتم توب للغربي وماتم توب للشرقي، وفي النهاية بنختم بالحسينية. فإحنا نتمنى في أثناء سير الموكب، وهذا لأول مرة إحنا نمشي بهذه الطريقة يعني، إن نبيكم تتعاونون في مشية الموكب على أساس أن تنجح إن شاء الله هذه الليلة، وتكون هذه الليلة إحياءها بما تستحق كليلة رئيسية في الموسم، ما تكون يعني ضعيفة. كريم طبعا المقصود بأن احنا بنكون ندخل ماتم توب للغربي وندخل ماتم توب للشرقي، وفي النهايه راح نختم في الحسينيه اهل البيت. فدخولنا في الماتم وطلعتنا هذا بعد يحتاج ايضا الى تعاون الى سرعه في انتظام الموكب ومشيته، فنبي الجميع يكون نتعاون في هذا المقام.
طبعا كذلك تأكيد في موضوع المشي في الموقف على المسافة، اتركوا مسافة كافية، بس ما تكون مثل ما قاعدين نحس دائما ان في يصير عندنا جاب بين مجموعة ومجموعة، يعني بحيث ان مجموعة تتقدم الى قدام ومجموعة تضم تخلفها الى الوراء، فيكون في مسافة معقولة لكن تساعد على مشي الموقف. اعتقد ان هذه الملاحظات والله يعود الجميع إن شاء الله، ونتمنى من الجميع أن يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وبالتوفيق إن شاء الله. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. طبعا اللي عنده أي ملاحظات في اللجنة موجودين يتلقون أي ملاحظات، تفضل أن احنا نشرنا الأرقام الهواتف إلى أي